هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده ملخص مسلسل الفراشة الجزء الثالث، وهو صيني ومتصنف رومانسي دراما. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الرابع والاخير في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 9 كل يوم بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر واكتر، اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير هقول اسمائهم وهظهر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه احط تعليقاتهم في اخر كل فيديو. احب اشكر النهارده روزا وفرح على دعمهم المستمر ليا. وبالنسبه لقناتي التانية فانا غيرت محتواها، وهتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات صيني وكوري جديده ومختلفه عن هنا. اتمنى تنول اعجابكم. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. ما تنسوش تدعمونا هناك، وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء التالت بيبدأ لما طلعت جين من المحل وطلع وراها أرشيا وقال لها غيورة بتلف وبتبص عليه، وبتشوف كينو واقفة وراه فبتقرب منه أكتر وبتقوله هي خطيبتك بتدور على ايه. وبعدين بتقوله هعمل حاجة بس أنا مش هقدر أشرحها. بيقولها ما تشرحيش. بتقرب منه علشان تقبله، بيقولها بس ما تعضنيش زي المرة اللي فاتت، وبيضحك. وبتفتكر أول قبلة بينهم، لكن المرة دي بتقبله بجد وكينو واقفة وشايفاهم وبتتغاظ. بترجع جين البيت وبتكتب رسالة على المراية وبتقعد في البانيو وبتقول سلام. وبعدين بتقول ايه ده، هو انا مرجعتش ليه؟ ما كل المشاكل اتحلت والبطل التاني بدأ يقع في حبي فعلا، اعمل ايه تاني انا دلوقتي؟ وبتبقى متضايقة. وتاني يوم بيكون ارشياو في بار بيسكر وجنبه بنات كتير، وبتيجي جين والبنات بتسأل مين دي تعرفها، وبيقول لأ. وبيكون في شاب تاني بيقولها تعالي تعالي اقعدي هنا جنبي. وبتروح تقعد فعلا وبتقعد تلعب مع الشاب، وشياو بيبص عليها وغيران وهي بتلعب وعمالة تشرب وتضحك، لحد ما بتشوف بنت ماسكة مشروب فبتقوم تجري على شياو وبتقع في حضنه. والبنت بتقول ان هي لازم تخلي شياو ياخد المشروب بأي طريقة. وجين عمالة تقرب منه اكتر وبتقوله انت صعب قوي كده ليه؟ هو انا عاجباك؟ انت ما بتحبنيش ليه؟ وهو بيقولها بتعملي ايه؟ بتقولها هعضك، انت على استعداد لده صح؟ انا لطيفة جدا ما تقلقش. وبتنام على كتفه وبتدخل البنت تديه المشروب، وبيبان ان جين سمعتهم وهي بيتفقوا عليه وبيقولوا ان احنا لازم نخلي شياو يشرب المشروب ده بأي طريقة. وبتفهم ان المشروب ده اكيد فيه حاجة، علشان كده بتشد الكاس من البنت وبتقوم هي تاخد المشروب وتشربه. وبتقول اللي بيجي الاول بياخد الاول، وبتشرب هي وبتقول شياو علشانك هعمل اي حاجة. وبعد ما بتشرب بتقع على طول في حضن شياو وبيقول لها شربت ليه وانت عندك مشكلة مع النبيذ؟ بتقول له كفاية انك هنا. بيشيلها وبيطلعها العربية، وبتقول له كلب. بيمسكها وبيقول لها مين اللي بتناديه بالكلب؟ بتقول له انا. وبتقوم عضاه. بتقول له هو انت ليه دايما لاقين معايا؟ ما انا لطيفة جدا معاك، ما تخليك لطيف شوية معايا ومع الاخرين. بيقول لها انت بتديني درس؟ بتقول له لا. انت اي نوع من الفتيات بيعجبك؟ اكيد المثيرة صح؟ وبتوقع كتف الفستان وبتقول له طيب وكده ولا كده، انت ليه مش معجب بيا؟ بيمسكها وبيقول لها بس خلاص اسكتي. بتنام على كتفه. بيرجعها البيت وبينيمها على السرير وبيبدأ يقرب منها وبيبدأ يقبلها، وهي بتفوق لكنها بتفضل متثبتة في مكانها ومش بتتحرك مش بتعمل أي حاجة. وهو عمال يقبل فيها، وبعدين بيمسك رقبتها وبيبص على الفراشة وبيقول لها انتي بتفكري في ايه؟ بتفوق وبتزقه وبتقرب منه اكتر، وبتقول له بفكر ان في بنات كتير حواليك، لو انا خطفتك دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ فبيقول لها بالنسبة لي لازم تثبتي لي ده الاول، لكنك تبدي جيدة جدا من الآن. وبيقرب منها وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم الصبح بتركب تاكسي وبتحس بحاجة غريبة، وفعلا بيتم اختطافها. ولما بيشد الخاطف الكيس من عليها وبتفوق بتقول لأ كفاية كده، كده كتير بصراحة، بيتم اختطافي كمان؟ مش فاهمة ايه اللي بيحصل ومفيش حاجة سهلة في الموضوع دوت. انا هعمل ايه؟ بيقول الخاطف حبيبتي انا هنا. وبيقرب منها بتقول له انت ميت؟ بيقول لها طبعا طبعا انا على وشك الموت من السعادة يا جميلتي الصغيرة. وبيقرب منها تاني بتقول له انا عندي القدرة على التنبؤ بالمستقبل، انت هتموت. بيقول لها بتقولي ايه؟ خليكي صريحة معايا بلاش تلعبي عليا حيل، مش هتدخل عليا. بتقول له لا ابدا، زي التلج اللي هينزل بره دلوقتي. بينزل يجري وبيلاقي فيه تلج فعلا بيبدأ ينزل وبيستغرب جدا. وهي بتقعد وبتقول له زي باب العربية اللي مش هيرضى يفتح. بيروح يجري يحاول يفتح الباب والباب فعلا ما بيفتحش. بيجي يجري وبيقول لها عملت ايه تاني قولي؟ بتقول له مثال تاني انك مستني اتصال من الشخص اللي طلب منك ان هو يخطفني صح؟ بيقول لها ايوه انا غلطان. بتقول له ايوه صح، انت بتعامل الناس بطريقة وحشة. بيقول لها هو صح زي ما قلت انا هموت؟
بتقول له اه بس ممكن نلاقي حل لده. وبتقوم وبتقول انا ما بقتش قادره استحمل الدراما دي، وان المفسدين اللي فيها كتار قوي، وان هي مش قادره تخلص مهمتها بقى وترجع لحياتها الطبيعيه. والخاطف بيقول لها سيده رجاء مش عاوزه اموت. بتقول له خلاص لازم تسمع كلامي. بيقول لها اكيد اي حاجه عايزاها اسمعها. وبتقول له صورني يلا، وبيبدأ يصورها. لكن الصور مش بتعجبها وبتطلب يصورها بإضاءة. ومحدش يسألني جابوا الإضاءة منين، ولا هي مخليه الخاطف يعمل لها فوتوسيشن ليه يا جماعة، علشان الخاطف ذات نفسه مفكر ان هي مجنونة عادي ومشي كلامها وخلاص. واخيرا بتعجبها الصور. بتقوله مش كنت ضربتني كف ولا اتنين علشان ابان مخطوفة؟ بيقول لها سيدتي اسف. بتقوله لا عادي انا هظبطه. بتقعد تظبط في الصور وفي الاخر بتقوله ايه رأيك؟ بيقول لها بعتيهم للسيد تشاو ده هيقتلني. بتقوله لا ما تخافش مش هيحصل حاجة، ده لو اجى اصلا. وبتقول في سرها ان في الرواية تشاو ما بيجيش ينقذ جين، بس هل ده هيتغير ولا لا؟ ده اللي هنعرفه. بتفضل قاعدة مستنية وبتبص على الفون من غير اي فايدة. وبتقول واضح ان انا مش حاجة مهمة بالنسبة لارشياو. وهنا بيشوف شياو الصور اخيرا، والمساعد بيقوله ما تقلقش الانسة جين هتكون بخير. بيخنقه وبيقوله انت عاوزني اراهن عليها؟ بتحب الرهانات قوي كده صح، والتخمينات خلاص خمن بمفردك. بيقوله مش هتقدر تلاقي شخص مخطوف في 3 دقايق يعني. بيقوله بس اقدر اخنقك فيهم. وهنا الخاطف بيفتح العربية وبيقول لها انسة لازم نتحرك دلوقتي احنا مراقبين. وبيركب العربية وبيبان ان كينو بتراقبهم. وبتقول بتحاولي تاخدي كل الرجالة اللي جنبي، من الاول اخدت تشاو ودلوقتي قدرت تتحكمي في مساعدي، انا هوريك يا جين. وبتدوس على زرار بيفقد الخاطف التحكم بالعربية. وبيقول ان هو مش قادر يتحكم فيها، وبيخبطوا في شجرة وبيعملوا حادثة. ولما بتصحى جين بتتخيل بشخص ماشي في الدخان. وبتقول هو انا بهلوس حتى وانا بموت بفكر فيه. لكنه بيبدأ يغمى عليها، والعربية بتكون باحتمالية كبيرة هتنفجر في اي لحظة. وبيطلع تشاو فعلا اللي جاي علشان ينقذها. وبيبدأ يخبط على الازاز وبيقول لها جين انا هنا، انا جيت اصحي، ده انا شياو قومي يا جين يلا. وهي بتقول شياو ده انت بجد؟ هو بيصرخ وبيقول لها لا، لا يمكنك الموت وتركي. وبياخد باله ان العربية هتنفجر. فبيبدأ يدور على اي حاجة يفتح بيها الازاز لكنه مش بيلاقي. فبيبدأ يكسر الازاز بايده اكتر من مرة لحد ما اخيرا بيقدر يفتح الازاز. وهي بتقول اعتقدت ان انت مش هتيجي تنقذني المرة دي. وبتفتكر لما نقذها فوق السطح، وهو في الوقت ده بيكون خلاص قدر يفتح باب العربية. وبيدخل يشيل جين وبياخدها. وبيطلع يجري لحد العربية بتاعته وبيدخلها. وبعدين بيدي المساعد مفاتيح وبيقوله ان الانسة كينو هي السبب في اللي حصل، وان هي بوظت اعدادات العربية وهي اللي خطفت الانسة جين. وبيتنرفز وبيقوله هي فين دلوقتي. وبيجيبوها الرجالة بتاعته وهي عمالة تصرخ وبتقول خلوني امشي سيبوني انتوا عارفين انا مين. وبتقوله بتعمل فيا انا كده يا شياو علشان واحدة عارفها من كام يوم بس تسيبني انا وتبيعني انا؟ بس انت بتحبني على فكرة، احنا كنا هنتجوز يا شياو، لا ما تعملش فيا كده. وبتفضل تصرخ وهو بيكون متعصب جدا. وهو في الاخر بياخد جين البيت وبيجيب لها ممرضة. بعد ما الممرضة بتمشي بيقول لها شكلي كده بقى انا اللي هحبسك معايا في البيت الفترة دي. وبيقبلها. وبيخلص ملخص الجزء الثالث على هنا. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الرابع والاخير في اسرع وقت ممكن، ونعرف نهاية قصة الحب الجميلة دي. وهل جين هتطلع من الرواية في الاخر ولا هتبقى عايزة تكمل لان هي خلاص وقعت في حب ارشيا؟ وده اللي هنعرفه لما نتفرج على الجزء الرابع والاخير. وعلى فكرة النهاية حلوة جدا وسعيدة. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لان شيء بيفرحني جدا. ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي. شكرا لكم جدا يا حلوين. وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك رابط ملخصات مسلسلات جميلة جدا، مسلسلات صيني وكوري على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية.
متأكدة ان هي هتعجبكم. مستنياكم تخشوا المنتدى وتدعموني هناك، وكمان مستنياكم تدخلوا قناتنا التانية وورد اوف اكشن، هتلاقوا هناك ملخصات مسلسلات جميلة جدا. في ملخص مسلسل بقى هينزل النهاردة نار 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 حرفيا، عن علاقة الليلة الواحدة مع الرئيس. بصوا يعني مسلسل بجد ملخص يجنن. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف في التعليق المثبت، عايزاكم تخشوا تتفرجوا عليه النهارده وتدعموني هناك وتكتبوا لي تعليقات حلوة، لان ده شيء بيشجعني وبيخلينا نقدم لكم اكتر. وبس بحبكم قوي وبحب تعليقاتكم وبشكركم على كل كلامكم الحلو زيكم. وبس يا ريت تنوروني هناك. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي، تذكروا الله، واشوفكم فيديو جديد يا حلوين. باي باي.